من المعروف أن المباريات الودية للمنتخب السعودي الهدف منها الوقوف على الاستعداد الجيد للمنتخب ومعرفة مكامن الخلل وتصحيحها، يعني تلافيها في المستقبل. لكن الهزيمة من المنتخب المصري بالأربعة كانت ثقيلة على الجمهور، والسبب لأن في منافسة دائمة وقوية بين المنتخب السعودي والمصري. وطبعا هذه النتيجة يعني استفزت الجمهور وصبت جام غضبه على إدارة المنتخب واللاعبين والمدرب، وهذا أمر طبيعي يحدث عند غضب الجمهور. يعني فالكثير من الناس يعني ما يملك أعصابه عند الغضب، يعني ويرمي الاتهامات يمين وشمال يعني بدون تحليل الموقف بشكل واضح وصريح. وإذا هدت الأمور يعني مؤكد أن إدارة المنتخب تحلل الخسارة بشكل منطقي وتتم مساءلة المدرب هيرفي رينارد يعني عن الأسباب. ومن المؤكد أيضا يعني أنه تبي تتخذ الإجراءات اللازمة لاستعادة هيبة ومستوى المنتخب، يعني بهدف الظهور بمظهر مشرف بطولة كأس العالم القادمة بمدى يعكس تطور الكرة السعودية والمشروع الرياضي في المملكة. والمتابع لردود الجماهير يعني بعد الخسارة وغضبها على أداء المنتخب يشوف أن أغلب الجماهير تحمل المسؤولية الكاملة لإدارة المنتخب، وخاصة الأستاذ ياسر المسحل. يعني هذا أمر غير منطقي يعني لسببين. يعني أولا رأي الجمهور يعني صادر أثناء فترة غضب. ثانيا يعني الخلل في المنتخب موجود من قبل يعني تولي الأستاذ ياسر المسحل إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم. وبعض الجماهير يرمي الأخطاء على وجود عدد كبير من المحترفين الأجانب في الدوري السعودي، يعني يشوفون أن اللاعب السعودي محروم من فرصة إثبات وجوده في الملعب. هذا يعني تصور غير صحيح، لأن احتكاك اللاعب السعودي بالمحترفين الأجانب يرفع مستوى اللاعب ويرفع من قيمة التنافسية في الدوري السعودي. يعني بعض الجماهير يعني تطلب تغيير شامل وكامل لإدارة المنتخب، يعني وهذا طلب أيضا غير منطقي، يعني لأن الخلل يعني مو في إدارة المنتخب، الخلل يعني بكل وضوح يكمن في وضع الأندية السعودية بمختلف درجاتها، يعني أندية ممتاز وأندية الدرجة الأولى. لأن المنتخب يعني نتاج عمل الأندية، فالأندية إذا كانت قوية المنتخب بيكون قوي، والعكس صحيح، إذا كانت الأندية ضعيفة المنتخب بيكون ضعيف. وهنا يعني ما أقصد أندية الممتاز، يعني الهدف هو أندية الدرجة الأولى، لأن أداءها ضعيف جدا، يعني المنتخب لا يستفيد منها نهائيا، لا يستفيد نهائيا من أندية الدرجة الأولى. يعني فئة من الجماهير يعني تصطاد في الماء العكر، تطرح آراء تضر الأندية. يعني مثلا البعض يرشح جيسوس لتدريب المنتخب أو انزاك الهلال للمنتخب، الهدف منها يعني إعاقة عمل مدربي الأندية مع الهلال والنصر، وهذه الآراء يعني لا يلتفت لها نهائيا. يعني وإذا نبي نحلل خسارة المنتخب من مصر بشكل بسيط نشوف الأساس، يعني أساس مستوى وأداء المنتخب. مستوى أداء المنتخب يعكس عمل الأندية، لأن المنتخب بصريح العبارة هو نتاج عمل الأندية. فإذا كان المنتخب ضعيف ويخسر بنتائج ثقيلة فهذا راجع للأندية بكافة مستوياتها، ممتاز ودوري درجة أولى. المنتخب يعني لا يستفيد نهائيا من أندية الدرجة الأولى، ونسبة استفادة المنتخب من أندية الدرجة الأولى معدومة 0%. وهذا أكبر خلل رياضي يعني تعيش المنظومة الرياضية في المملكة، لأن الداعم الأساسي لأندية الممتاز هو دوري الدرجة الأولى، والداعم الأساسي للمنتخب هو أندية الممتاز. فالمنظومة الرياضية يعني كتلة واحدة ما تتجزأ. فإذا كان عندك خلل وضعف في أندية الدرجة الأولى هذا بينعكس على أندية الممتاز وينعكس على المنتخب بنسبة 100%. عدم وجود المواهب في دوري الدرجة الأولى يضر المنتخب، لأن بكل بساطة يعني دورة حياة اللاعب الموهبة تبدأ من أندية الدرجة الأولى، بعدها ينتقل لأندية الممتاز، وبعدها يدعم المنتخب. فالمفترض يعني معالجة وتصحيح الأخطاء في أندية الدرجة الأولى، يكون دوري تنافسي قوي ولاد للمواهب الرياضية، داعم لأندية الممتاز باللاعبين أصحاب المهارة العالية، وأندية الممتاز بدورها يعني تدعم المنتخب، يكون منتخب قوي. يعني مؤكد أن هذا العمل لا يتم بين يوم وليلة، يعني يحتاج فترة تصحيحية يمكن تمتد لسنوات، يعني بعدها يصبح المنتخب قوي ومنافس في المستقبل. ختاما ما ننسى أن الخسارة في المباريات الدولية الودية يعني لا تعني الفشل، وإنما فرصة للوقوف على الأخطاء وتصحيحها يعني قبل بداية منافسات كأس العالم. فالخسارة يعني أفضل بكثير من الفوز. الفوز يخليك تطبل للمنتخب ويعميك عن شوفة الأخطاء. والسؤال يعني المحدد يعني ويحتاج إجابة صريحة وواضحة، يعني أين يكمن خلل المنظومة الرياضية في كرة القدم السعودية؟ يعني الجواب بكل شفافية الخلل يكمن في لوائح دوري الدرجة الأولى. يعني اطلعت عليها سابقا، لقيت فيها شروط تعجيزية، شرائح كبيرة من المجتمع محرومة من لعب كرة القدم. يعني هذا يقلل من فرصة اكتشاف المواهب، ويعني يصبح ما عندك مواهب في الكرة السعودية.
والسؤال المتوقع يعني هل تتم إقالة مدرب المنتخب هيرفي رينالد؟ الجواب هنا حسب الواقع والتاريخ دائما يعني يجعلون مدرب المنتخب شماعة لتصحيح الأخطاء، ودائما ما يكون مدرب المنتخب هو كبش فداء للتغطية على الأخطاء الإدارية. فممكن نسمع خبر إقالة مدرب المنتخب قريبا. وشكرا لكم.